سبحان الله، حصل معي موقف بالأمس صراحة، خليني أقول باللهجة العامية أقشعر منه جلدي. سبحان الله، من فترة كنت أكرر الصلاة الإبراهيمية، وعزمت أني أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية في يوم الجمعة بشكل مكثف. طبعا أنا مؤذن، رفعت أذان العشاء بالأمس الجمعة، وبعده صليت ركعتين تحية المسجد، وبعد جلست. وأنا في الغالب أني أقوم بين الأذان والإقامة بالدعاء، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت في نفسي أجعل دعائي صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدخل الإمام، فبدأت أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة الإبراهيمية، فأخذتني غفوة بسيطة جدا. سبحان الله، هذه الغفوة دخلتني في عالم رهيب جدا تمنيت أنني لم أقم منها. رأيت النبي عليه الصلاة والسلام عن يميني وأبو بكر عن يساري. سبحان الله، فالتفت باليمين إلا وجهي بوجه النبي عليه الصلاة والسلام. والله أني أنا أكلمك الآن وأنا أرتعد من الفرح. ووجدت كما وصف في الكتب: أقرن الحاجبين، مشرب بحمرة، كث اللحية عليه الصلاة والسلام. فوجهي بوجه، فقال لي: أقم أقم أقم. فوضع يده الشريفة تحت إبطي، وأبو بكر وضع يده أيضا الشريفة تحت إبطي اليسار، فنهضوني بعد ما قال لي أقم، فكأنهم يعني قوموني كذا بقوة علشان أقيم. فانتبهت وقمت من هذه الغفوة، ولا أقول أنه لا إله إلا الله. فقلت يا ليتني أكملت. يا أخي سبحان الله، شيء عجيب جدا. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك. سبحان الله، سألت أحد المفسرين الثقات الذي أعتمد على الله بعد الله عليهم، فقال لي بهذا الحرف الواحد، قال: أفرحت النبي عليه الصلاة والسلام بذكره، فأفرحك الله برؤيته، فهنيئا لك. فقلت سبحان الله، لعلي أنقل هذا الكلام بأن يكثر الناس من الصلاة والسلام على نبينا محمد. فوالله الذي لا إله إلا هو ولله الحمد لله، إلى هذه اللحظة وأنا أتابع معك وأنا أكرر الصلاة الإبراهيمية، فأصبحت سهلة ميسرة. كنت والله في الحقيقة أنني أرى أن الصلاة الإبراهيمية صعبة جدا لطولها ولثقلها، وهذا هو ما يعني يملي عليه الشيطان به. فسبحان الله صارت، ويشهد الله، وليس والله رياء، لكن أريد أن يكثر الناس من الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة، في هذه ما شاء الله تبارك الله، الطيبة، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ما نرجوه، وأن يجعلنا من زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل ألسنتنا ذاكرة شاكرة له يا رب العالمين في كل وقت وفي كل حين.